عزيز قالت في اعلان بيك شيبس: اسمع اسمع يا خواجه، احنا مش عايزين منك حاجه. عشان كده يا جماعه انا النهارده هجرب 5 اطعمه من بيك شيبس. بس اول طعم معانا هو ده اللي انا حبيته جدا، طعم الخل والملح. كميه صراحه كويسه مش وحشه. ادي البطاطسايه ما فيهاش حاجه محروقه، ودي حاجه كويسه جدا. نقول بسم الله ونجرب. طعم حلو، اجمد بكتير من منتج المقاطعه. نجرب بقى بطعم الصلصه المكسيكيه. نقول بسم الله ونفتح. ادي شيبسيه يا جماعه نضيفه والله. نقول بسم الله. طعمها حلو. تالت طعم معانا طعم كباب المشوي. نقول بسم الله. انا يا جماعه كل ما بفتح كيس اقسم بالله ببقى فرحان ان احنا عندنا منتج بالكواليتي دي بجد. ادي حجم الشيبسيه. نقول بسم الله. احساس الكباب هنا احسن من اي منتج مقاطعه، وده مش اعلان والله العظيم لشركه بيك شيبس، ولكن دي حقيقه. عندنا رابع طعم بالشطه الحلوه. طيب نقول بسم الله. ادي الشيبسيه يا جماعه اهي. نقول بسم الله ونجرب. والله يا جماعه لذيذه. هو هنا تيست يعني هنا تيست الشطه طبعا اعلى من في الصلصه المكسيكيه، بس مش لدرجه ان انت تخليك تقول لا مش هجيبه تاني. التيست بتاع الشطه مديك احساس بالاستمتاع ان انت بتاكل حاجه وانت مستمتع بيها. اخر حاجه معانا يا جماعه الجبنه المتبله. نفتح بسم الله. شكلها حلو، شكلها نظيف. التتبيله بتاعت الجبنه هنا 10 على 10. يعني باختصار كده تجربه بيك شيبس ل5 اطعمه. اقسم بالله يا جماعه الشيبسيه طعمها حلو، الشيبسيه نظيفه ما فيهاش حاجه محروقه.